ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا. اللهم امين يا رب العالمين. ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. وحشتوني كتير قوي من الفيديو اللي فات، ليا فتره كده ما نزلتش فيديوهات، بس ان شاء الله بقى الفتره اللي جايه هلتزم وانزل لكم فيديوهات على طول، روتينات اكل وروتينات نظافه وكده. النهارده بقى الفيديو بتاعنا كده جميل ولذيذ وخفيف، تعالوا نشوف هنعمل ايه. قبل ما نبتدي الفيديو نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبسرعه بسرعه دوسوا على زرار اللايك، واللي ما اشتركش في القناه يخش ياخد نبذه كده وفكره عن القناه بتاعتي، ويا رب تعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تدوسوا على زرار الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم مني كل جديد. انا رغيت كتير في المقدمه، يلا بينا نخش على الفيديو على طول. جوزي كانت قاعده عند مامتها اسبوع علشان كانت فاطمه ابنها، وزي ما انتوا عارفين ان انا وحماتي في عيشه واحده، يعني بناكل مع بعض وبنقعد مع بعض وكل حاجه مع بعض. بس الموضوع ده يعدي على ام حسن ابدا، ازاي تبقى اخت جوزي قاعده عندنا اسبوع بحاله وما تتعزمش في شقه اخوها؟ ده ولا يحصل ولا هيكون. فرحت منادياها في يوم ورحت عامله لها بقى الغدا بتاعها، وقلت لها والله لا تتغدي ايه مع اخوكي. عملت لها لحمه بالفلفل الالوان كده زي المتشوحه، بس محط لها فلفل الوان. وعملت لها بشاميل، وهنشوف مع بعض وصينيه بطاطس كده محترمه ورز ابيض. تعالوا كده نشوف بقى هنعمل الحاجات دي كده ازاي. انا في اول الفيديو عملت اللحمه طريقتها، حطيت اللحمة وحطيت عليها فلفل أسمر والسبع بهارات وملح ومكعب من المرقة، وحطيتهم على النار، وحطيت لها معلقة من الدهنة أو السمنة طبعا زي ما تحبي. اهي زي ما انتوا شايفين كده اتشوحت شوية، رحت نازلة عليها بالفلفل الألوان عشان يعمل معانا صوص جميل كده ويبقى طعمه خطير. ونزلت عليها بشوية من المية علشان ايه تاخد وتدي مع بعضها كده وتستوي منها فيها. وادي كده اللحمة عصقتها معايا، خرطت بصل كتير ورحت نازلة عليه بالفلفل الأسمر والسبع بهارات وشوية من القرفة، ودعكتهم كده في بعض، دعكت البصل مع البهارات دي كلها ورحت نازلة عليهم باللحمة وايه وعصقتها كده مع بعض وحطيتها على النار. وهي داخلة في السوا رحت مقطعة لها فلفل ألوان وحطيتها عليها، بحب أحط الفلفل الألوان ايه وهي اللحمة داخلة في السوا علشان يفضل مصحصح معايا كده وما يتبلش في قلب اللحمة كده ويدوب وما يبقاش ليه ملامح، لا بحبه مصحصح زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. وعلى العين التانية حطيت المية للمكرونة، المية غليت رحت منزلة عليها المكرونة القلم طبعا للبشاميل. سبت المكرونة تتسلق وعلى العين التانية رحت حاطة الحلة عشان اعمل بقى البشاميل بتاعي. انا كده العين كلها شغالة معايا اهي زي ما انتوا شايفين. نزلت بقى بالبشاميل بأربع معالق من السمنة وعليهم 4 معالق من الدقيق كبار. هنزل عليهم كده بلتر من الحليب وابتدي بقى اقلب كل الكلام ده مع بعض. انا بعملش البشاميل بتاعي تقيل، انا بخليه خفيف، مش خفيف قوي يعني اللي هو مظبوط. في ناس بتعمل البشاميل كده تقيل كده وعامل زي العصيدة كده، لا ده بيخلي المكرونة تقيلة، لكن الخفيف ده بيخليها ايه جوسي كده وجميلة، الوسط يعني. هنزل عليه بقى بشوية من الملح وشوية من الفلفل الأسمر ومكعب من المرقة. هوريهولكوا لما بيتقل معايا بيبقى كريم ازاي. عندك قشطة حطيله، مكعبات جبنة نستون حطي، اللي هو ايه تزودي الطعم بتاعه، تميزي طعم البشاميل بتاعك كده. انا بحط له قشطة بلدي. هوريهولكوا بعد ما بيستوي، شايفين ما شاء الله اللهم بارك، البشاميل بتاعه بيبقى زي الكريمة، ولا تقيل ولا خفيف، زي ما انتوا شايفين كده وسط.
خلصت كده حاجة البشاميل، عصقت اللحمة وسلقت المكرونة وعملت البشاميل. نرص بقى الصينية بتاعتنا الجميلة دي كله ورا بعض في السريع عشان الحق اغديها طبعا. مش هقول لها انا عازماكي واقعد اجوعها معايا. احنا فطرنا في الشقة عند حماتي ودخلت انا بقى اعمل لها الاكل، واول ما الاكل كده يستوي اقوم منديها ايه تاكل. هي الشقتين جنب بعض. هحط كده المكرونة، احط لها مع كبشتين من البشاميل عشان يخلي المكرونة تتماسك معايا متبقاش ايه مفرولة. وحطيت في قعر الصينية كبشتين برضو من البشاميل. هنزل بنص كمية المكرونة وارصها حلو، واقوم نازلة بقى باللحمة. انتوا عارفين رصة البشاميل يعني مش محتاجة كلام. هنزل بقى باللحمة المعصجة كده. طريقة اللحمة المعصجة بتاعتي دي بتبقى جميلة جدا، وفي البشاميل بتبقى طرية كده وجميلة مع اللحمة بقى. ومنزلة ايه عليها بكبشة بشاميل واحدة عشان تفضل متماسكة كده، ما تفكش من البشاميل ولا المكرونة وتبقى مفرفطة. بسيب بقى شوية مكرونة كده في الطبق. ولادي بقى بقوم حاطه لهم في طبق وحاطه لهم عليه معلقتين من اللحمه ومعلقتين من البشاميل. وبيقولوا لي هات لنا طبق مكرونه وايت صوص. عارفين ليه؟ بقوم مديها لهم ايه تصبيره كده. هحط بقى كده البشاميل بتاعي على الوش وكده. الصينيه خلصت معايا، ادخلها الفرن. نيجي بقى هنا كده نعمل صينيه البطاطس. احنا كده عملنا البشاميل وعملنا اللحمه. نعمل بقى صينيه البطاطس. خرطت بصل وحطيت له بقى البهارات بتاعته. هي ايه البهارات بتاعته؟ عبارة عن بهارات فراخ وبابريكا وفلفل اسمر والسبع بهارات وملح ومكعب مرقة. خرط البصل بتاعي مكعبات هدعك بيه البهارات دي كلها. وايه واقوم حاطاه على النار معلقتين سمنة اشوح البصل تشويح. سبته هنا كده يتشوح، وقلت ايه استغل الوقت واعمل ايه الرز معايا. اسيبه وهو الرز بيستوي اكمل صينية البطاطس زي ما انتوا شايفين. جبت الرز الابيض، رحت مسخنه السمنه ورحت منزله عليها بالرز مشوحاه لغايه ما سخن خالص. رحت ايه منزله عليه الميه المغليه وحطيت له ملح وشويه من محسن الطعام اللي هو بتاع الرز ده. وغطيته وسبته يستوي. وهو بيستوي هكون ايه بشوح في صينيه البطاطس دي. بعد ما البصل يتشوح تشويحتين رحت نازله عليه بالفلفل الالوان. ورحت ايه شوحته معايا تشويحتين. رحت نازله عليه بالبطاطس. بفضل بقى اقلب البطاطس في الكلام الجميل ده شويه كتار لغايه ما البطاطس تتقلب خالص وتشرب ايه من البصل والفلفل والكلام الجميل ده. واقوم نازله عليها بالطماطم. الطماطم عايزاها مخلوطه ماشي، عايزاها متقطعه مكعبات ماشي زي ما تحبي. انا بحب اقطعها كده مكعبات. واقوم نازله عليها بكبشتين من الشوربه عشان ايه تبقى فيها البصل ينزل السوائل بتاعته كده. واسيبها تستوي. هنا بقى البسبوسه بتاعتي قلت لها اطلعي ظبطي الدنيا بره مكان اخواتك عشان هنادي عمته. يعني الاكل خلاص بقى قربت اشطبه. قلت لها ظبطي الدنيا عشان عمته تيجي وتلاقي الشقه كده نظيفه وحلوه. ما تكونش اخواتك مبهدلين الدنيا كده وتخشي تلاقي المكان مبهدل. قالت لي حاضر يا ماما. البسبوسه بتاعتي دي شطوره خالص حبيبه امها يا ناس اللي بتساعد امها في كل حاجه. نسي يلا. الدنيا كانت نظيفه بس اخواتها دخلوا قلبوا الدنيا كده ونعكشوها. قلت لها معلش ظبطي عشان الدنيا تبقى نظيفة. هوريكم دلوقتي هي خلت الدنيا فلة ازاي وظبطت مكان اخواتها. عشان دي البنوتة اللي بتساعد مامتها العسولة. في الاخر بترش معطر. بنتي اشطر البنوتات اللهم بارك. هنا بقى الاكل بتاعي كان خلص. شايفين صينية البطاطس. علت لكم الاضاءة عشان تشوفوا. والبشاميل اللي اتحمر. وادي اللحمة. والرز هغرفه دلوقتي. وكده الفيديو بتاعي يكون انتهى. ويا رب دايما كده يجعله عامر ودايما بيوتكم كده مفتوحة بحسكم ودايما الخير فيها. والى اللقاء في فيديو جديد مع ام حسن.